التعجب عندنا يا ممكن نقول اسلوب التعجب يا قياسي يا اما سماعي. اسلوب التعجب السماعي ليس له اوزان ولا قياس ولا قواعد، اما اسلوب التعجب القياسي له اوزان وله قواعد. فعشان كده اسلوب التعجب القياسي عندنا قاعدتين هنمشي عليهم في الاسلوب التعجب القياسي، يا صيغه ما افعل او افعل به. صيغه ما افعل متكونه من 3 حاجات، اول حاجه ما وافعل والهاء. ما دي ما تعجبيه، خدوا بالكم لان عندنا كذا ما موصوله، ما استفهاميه، ما تعجبيه، ما زائده، وما نافيه، في مات كتير. مش لازم يحط لي علامه التعجب علشان اعرف انا ان الجمله دي جمله تعجب او اسلوب تعجب، لا، هو لو انا شفت ان اسلوب التعجب ده على وزنين يا اما صيغه ما افعل او افعل به، يبقى ده كده اسلوب التعجب من غير علامات ولا اي حاجه. طيب ما دي ما تعجبيه في محل رفع مبتدا، اما افعل ده فعل تعجب، اعرابه ايه؟ فعل ماضي جامد مبني على الفتح، والفاعل بتاع فعل افعل ده فاعل مستتر وجوبا. الهاء دي بنطلق عليها متعجب منه، ما هنا عندنا اداه تعجب وفعل التعجب ومتعجب منه، دي مش لازم تكون على هيئه ضمير، ممكن يجي لي كلمه يعني كلمه عاديه اسم عادي. طيب دي اعرابها ايه؟ اعرابها مفعول به. الجمله الفعليه على بعضها في محل رفع خبر للمبتدا اللي هو ما، زي اللي قلنا مثلا ما اعظم الصلاه، دي على وزن ما افعل، او ما اشد الايمان برضو على وزن ما افعل. طب تعالوا نروح للصيغه الثانيه اللي هي افعل به. الصيغه دي بقى مفيش اداه تعجب، مفيش اداه تعجب، بس في حرف جر زائد. يعني ميزوها بايه؟ القاعده اللي فيها ما فيهاش حرف جر زائد، ما فيهاش باء، اما القاعده اللي ما فيهاش ما فيها حرف جر زائد. افعل به، افعل ده فعل تعجب، فعل ماضي جامد مبني على الفتح، بس خدوا بالكم فتح مقدر مش فتح الظاهره، بس ده كله عامه في مقدر. الفعل ده جاي على صوره الامر، افعل به بامر، بس هو كفعل كاعرابه هو فعل ماضي. الباء دي حرف جر زائد، فبالتالي اللي بعدها مش هيتعرب اسم مجرور، لان اساسا الباء دي حرف جر زائد. فالهاء دي المتعجب منه اعراب فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا. يعني ايه الكلام ده؟ مجرور لفظا يعني انا هعرب الكلمه دي مجروره، يعني لازم تكون الكلمه دي موقعها الاعرابي تكون مجرور، بس هي كمحل مرفوع. ليها اعراب كمان، ممكن نقول فاعل مرفوع علامه رفع الضمه المقدر، زي ما قلت لكم الدرس ده كله مقدر مفيش ظاهر، زي اللي قلت اعظم بالصلاه. انا اتكيت قوي على التي دي في الاخر علشان دي مجروره، اعربها فاعل بس مجرور لفظا مرفوع محل. او كلمه اشدد بالايماني، هنا فكنا التضعيف، يعني اي فعل انا هجيبه في صيغه افعل به لازم نفك التضعيف لو كان الفعل عليه شده، فنفك التضعيف في صيغه افعل به. طيب ازاي اجيب فعل تعجب او اصيغ اسلوب تعجب من الفعل عادي؟ او ايه يعني ايه الطرق اللي انا اعرف اجيب منها اسلوب تعجب من كلمه عندي؟ لو انا عندي فعل عادي عايز اجيب منه اسلوب تعجب اعمل ايه؟ عندنا وقتها 3 احتمالات، يا الفعل ده يجي منه اسلوب تعجب بس بطريقه مباشره، او اسلوب تعجب بطريقه غير مباشره، او الفعل ده ما ينفعش يجيب منه اسلوب تعجب اطلاقا. ايه هي الشروط او انا اعمل ايه بالظبط لو انا عندي فعل وعايزه احوله لاسلوب تعجب بس بطريقه مباشره؟ يعني ايه بطريقه مباشره؟ يعني انا اخلي الفعل ده في صيغه اسلوب تعجب على طول مباشره، احوله على طول يا صيغه افعل به يا اما ما افعل، يعني احوله على طول للصيغه دي او الصيغه دي من غير ما انا احول او ابدل. مثلا فعل عدل، ممكن اقول اعدل بالحق او ما اعدل الحق، صح ولا ايه؟ انا كده جبتها على طول، انا كده عملتها على وزن افعل سواء كانت الصيغه دي او كانت الصيغه دي. طب انا ايه شروط الفعل اللي عندي اللي انا احوله كده على طول؟ لازم يكون عندي 7 شروط، لازم يكونوا متوفرين كلهم، لو في واحد مش متوفر مش هينفع. ثلاثي مثبت متصرف، تام مبني للمعلوم، قابل التفاوت او ليس دلاله على لون او عيب او مرض. يعني ايه الكلام ده؟ ثلاثي يعني لازم يكون الفعل اصله ثلاثي، الفعل الماضي بتاعه ثلاثي، زي كلمه مثلا عدله عدله ثلاثي، كشف المعجم بتاعه هنلاقيه ثلاثي. مثبت يعني المفروض ما يكونش منفي. تام يعني المفروض يكون مش من الافعال اللي هي كانوا اخوات. متصرف يعني غير جامد. يعني ايه جامد؟ يعني الفعل بيجي على هيئه الماضي بس، زي كلمه مثلا عسى، حرى، اخلولقه، حرى، نعمه، بئس، حبذا، كل الافعال دي جامد. تكون الجمله كمان عندي مبني للمعلوم ما تكونش مبني للمجهول. قابل التفاوت يعني ايه؟ قابل التفاوت يعني قابل لزياده او نقصان، زي مثلا الافعال دي مات، هلك، فنى وغرق، كل الافعال دي مش هينفع اقول فيها مثلا زياده او نقصان. يعني مثلا ينفع اقول انا مت قوي وانت مثلا متي مش قوي، مش حاجه اسمها كده، احنا كلنا بنموت واحد، يعني كلها موته واحده. او مثلا اللي بيغرق، في مفيش حاجه اسمها حد غرق قوي وحد ما غرقش او حد غرق نص نص، مفيش حاجه اسمها كده. الافعال دي ما ينفعش فيها ولا زياده ولا نقصان، هي واحده. مثلا واحد هلك، مثلا ما ينفعش اقول مثلا ده واحد هلك قوي والتاني هلك مثلا هلك اقل منه، ما ينفعش اقول كده. هو الفعل ما فيهوش ولا زياده ولا نقصان. المفروض ما يكونش كمان ليس دلاله على لون او عيب او مرض، يعني مثلا ما يكونش حمرة او خضر، زرقة، عور، كل الافعال دي مش هتنفع. مش اقول حمرة احمر،
خضرة عورة اعور. ما ينفعش اجيب الصيغه دي. طبعا انا عارفه ان احنا بنقولها كتير، يعني بنقول احمر قلم احمر، قلم اصفر، قلم اخضر، بس يعني هو غلط اصلا. تعالوا نجيب شويه افعال ونشوف هي منطبقه على الشروط اللي انا قلتها من شويه ولا لا. زي مثلا لو فعل ذكى ينفع نجيب منها عادي، متصرف عادي ينفع اجيب منه ماضي ومضارع والامر، ينفع اجي منه بكل الحالات، وكمان مبني بمعلوم، مفيش جمله مبني بمجهول، تام ومثبت وثلاثي. فهقول ذكي اسهل، فضل افضل، قل اقل، شد اشد. دي لو كانت بطريقه مباشره. طب انا عندي 3 طرق، يعني 3 احتمالات. اول لما يجولي استخدم الطريقه الغير مباشره. ايه هي؟ لو كان الفعل غير ثلاثي، لو كان الفعل غير تام، لو كان الفعل دل على لون او عيب او مرض. اول حاجه عندي طريقتين علشان اعمل منها اسلوب تعجب بس بطريقه غير مباشره. اول طريقه معانا اني انا اجيب فعل من عندي انا على وزن افعل، ثم هجيب المصدر الصريح او المصدر المؤول، اي حاجه فيهم. المصدر الصريح ده اللي احنا خدناه في الترم الاول، اللي هي مصدر رباعي والخماسي والسداسي والكلام ده كله، طبعا ده كان حفظ. المصدر بقى المؤول ده دايما ان زائد الفعل المضارع للفعل اللي هو جابهولي. لو مثلا كلمه ازدحم ده انا ليه ما جبتوش بطريقه مباشره؟ عشان هو الفعل مش ثلاثي، ده الفعل ده خماسي. لو انا هجيبها بطريقه المصدر الصريح هقول اشد ازدحام، او اشد ان يزدحم. دي لو كانت مصدر مؤول، دي لو كانت مصدر صريح. ارتفع مثلا هقول اعظم ارتفاع، ده كده مصدر صريح. طيب لو انا عايزه اجيب المصدر المؤول اقول اعظم ان يرتفع. حمرة هقول اشد حمرة، او اشد ان يحمر. ان كنا بنجيب افعال وبقول منها المصدر الصريح هنا والمصدر المؤول هنا. بس كده دي كانت الطريقه الغير مباشره. طب انا كان عندي احتمالات، لو انا قلتها من شويه، قلت لو كان جاي الفعل عندي غير ثلاثي او غير تام، او كان دل على لون او عيب او مرض. طب مثلا لو كان عندي احتمال لو جه مثلا الفعل قدام منفي او مبني مجهول، اعمل ايه وقتها؟ استخدم برضو الطريقه الغير مباشره بس هتختلف هنا. هجيب وقتها فعل على وزن افعل زي الطريقه بتاعت اللي فاتت، بس وقتها هجيب المصدر المؤول بس، اللي هو ان زائد المضارع بس، مفيش مصدر صريح. طيب وليكن مثلا فعل لا نهمل، هنعملها ازاي؟ هقول مثلا لو انا هجيب طبعا فعل من عندي على وزن افعل، انا مثلا زي اشجر، وانا هجيب دلوقتي صيغه المصدر المؤول، ما جابش صيغه الصريح هنا، مش هينفع هنا اجيب الصريح طالما الفعل عندي منفي او مبني مجهول. مش هجيب هنا المصدر الصريح، دايما هجيب المصدر المؤول. طب المصدر المؤول بيتكون من ايه؟ من ان زائد الفعل المضارع. اشجر ان لا نهمل، ان والفعل المضارع عندي منفي لا نهمل. عندي ان ولا، خدت الترم الاول بتبقى ان لا، بتبقى ايه؟ ان لا، بتبقى الهمزه فوق. يعني مثلا لو قلت ما اجدر الا نهمل العلم. فعلي كمان لو قلت يساب، الفعل ده هنا عندي ايه مشكلته؟ ان هو مبني مجهول، فعشان كده انا مش عارفه اجيب منه فعل تعجب منه بصيغه المباشر. فوقتها انا هجيب فعل من عندي على وزن افعل، زي مثلا اول. بعد كده بجيب المصدر المؤول اللي هو ان زائد الفعل المضارع، فاولى ان يساب، بحط الفعل مبني مجهول زي ما هو، مش بغير فيه حاجه، بقول ان زائد الفعل المضارع. هو لو كان عندي مبني مجهول بحط مبني مجهول. لو قلت ما اولى ان يساب المؤمنون، باقي الافعال او باقي الشروط اللي انا قلتها زي الافعال الجامده والافعال اللي هي غير قابله للتفاوت ايضا لا يصح ان ناتي منها بفعل تعجب اصلا. كده بس اخيرا ان ممكن يجيب لي كلمه افعل، بس مش افعل اللي هي بتاعتنا اللي هي بتاعه فعل التعجب، لا، ممكن يجي لي افعل دي اسم تفضيل. مثال ده لو انا قلت ما اعظم الصلاه، او الصلاه اعظم اركان الاسلام، فهنا فعل التعجب فعل ماضي جامد مبني على الفتح. اما هنا دي اسم تفضيل، اعربها حسب موقعها في الجمله، تعرب خبر مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره. بس كده ده الفيديو بتاعنا النهارده باختصار عن شرح اسلوب التعجب. يا رب الفيديو يكون عجبكم. سلام.